بيبدأ الفيلم مع مارك واللي بيكون في علاقة مع واحدة أول مرة يشوفها، وبنعرف إن اسمها كارلي. بنشوف مارك مع 2 ستات تانيين وكلهم ما يعرفوش حاجة عن بعض. وفي يوم كارلي كانت متفقة معاه إنه هيقابل أبوها، ومراته كانت متفقة معاه إنهم هيتعشوا سوا مع أخوها واللي بنعرف إن اسمه فيل. ومارك بيحاول يعتذر لها بحجة إنه عنده شغل، لكن هي بتقول له إن دي المرة التالتة يأجلوا فيها الميعاد، عشان كده المرة دي مش هينفع يتأجل تاني. فبيكلم كارلي وبيبلغها إنه مش هيقدر يروح لها النهارده لأن مديرة بيته كلمته وقالت له إن ماسورة المية اتكسرت وإن بيته غرقان ولازم يروح يشوف المشكلة دي. فبتروح كارلي تقابل أبوها لوحدها، وبعد ما بتحكي له اللي حصل بيقول لها إنها لازم تحسسه إنها مهتمة بيه وتروح تساعده في مشكلة الماسورة. وكارلي فعلا بتعمل كده وبتروح له بيت، فبتفتح لها واحدة كانت فاكراها مديرة البيت لكن بتتفاجئ إنها مراته. وبتمشي كارلي وبتكمل حياتها عادي. وبنشوف مراته واللي بيطلع اسمها كيت بتروح تزور كارلي في شغلها وبتحاول تفهم منها طبيعة علاقتها بجوزها وليه كانت بتسأل عنه، خصوصا إنها شافت رقم كارلي في فاتورة موبايل جوزها. وبتعرف منها إنهم دخلوا في علاقة مع بعض. وكيت بتمثل إنها جالها ضيق تنفس وبتعلي صوتها على كارلي وبتقول لها إنها هتحكي لها على كل حاجة بس تبطل اللي بتعمله ده. وبيقعدوا مع بعض وبتحكي لها كل حاجة وبيشربوا سوا وبتسكر كيت. وكارلي بتطلب لها تاكسي يروحها بيتها. وتاني يوم كيت بتحاول إنها تقابل كارلي، وكارلي بتقول لها إنها خلاص ما بقاش ليها دعوة بيها ولا بجوزها ولا بأي حاجة تخصهم، وبتطلب منها إنها تمشي. بس بتتفاجئ كارلي إن كيت بتخبط عليها وبتقول لها إنها فضلت ماشية وراها لحد ما عرفت بيتها وعايزة تدخل وبيكون معاها الكلب بتاعها. وكارلي بتوافق بس بشرط إن كيت ما تفضلش تعيط بالطريقة دي. وبتدخل كيت وما بتبقاش عايزة تقعد في أي حتة حصل فيها علاقة بين جوزها مارك وبين كارلي، بس كارلي بتقول لها إن كل مكان حصل فيه كده فلازم تتقبل الأمر وتقعد. وفعلا بتقعد كيت وبيفضلوا يتكلموا. وكارلي بتعلم كيت إزاي هي مهتمة بنفسها، وكيت بتقول لها إنها مش بتعمل كل الحاجات دي. فكارلي بتقول لها عشان كده هو خانق. وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا ويشربوا مع بعض لحد ما بيناموا وبيصحوا الصبح بسبب كلب كيت. وبتروح كيت البيت بعد ما بتطلب منها كارلي إنها تكون هادية وتتحكم في غضبها. وكيت بتقول لها حاضر بس مش بتقدر تعمل كده وبتكسر مكتب جوزها. وبعدها بتكلم كارلي وبتقول لها اللي حصل. فكارلي بتروح لها البيت وبعدين بيجي اخو كيت واللي اسمه فيل وبيخبط على الباب. فكيت بتطلب من كارلي انها ما تقولش اي حاجه لاخوها، فبتقول له انها مهندسه ديكور وانهم اتقابلوا في الصين وبتمشي. وفي نفس اليوم مارك بيرجع من السفر على بيت مراته وبيطلب منها انهم يخرجوا يتعشوا سوا، وفعلا بيعملوا كده. وكيت بتكلم كارلي وبتحكي لها اللي حصل وبتقول لها ان جوزها عايز يعمل معاها علاقه وهي مش عارفه تتصرف ازاي. فبتزعق لها كارلي وبتقول لها تعمل اللي يريحها وانها ما ينفعش توافقه بس لو ده اللي هيريحها تعمل كده. وبتحاول كيت تقول لنفسها انها قويه وانها مش لازم توافق جوزها وتضعف، بس مش بتقدر. وبيروحوا البيت وقبل ما يحصل بينهم حاجه بتطلب كيت من مارك انه يستناها ثانيه واحده. وبتدخل الحمام وبتحاول تهتم بنفسها زي ما كانت كارلي بتقول لها، بس جوزها بيجيله مكالمه تليفون من واحده واللي بتكون حبيبته التالتة. فبيخرج من الاوضه وبيرد عليها وبيقول لها انه في شغله وانها وحشته جدا وبيطلب منها انها تبعت له صورها. وكيت بتكون خرجت من الحمام وبتسمعه وهو بيتكلم مع الست دي بس مش بتحسسه بحاجه. وبعد ما خلص مكالمته ورجع لها بتقول له انها مش قادره النهارده وانها جالها صداع وبتسيبه وبتنام. وبتكون شاكه ان اللي كانت بتكلمه دي هي كارلي. وتاني يوم وهي بتظبط المكتب اللي كسرته مع اخوها وبيكون بيتكلم معاها فتعصبت عليه وعيطت وحكت له ان مهندسه الديكور دي اسمها كارلي وانها البنت اللي جوزها بيخونها معاها. فبيقول لها اخوها انها لازم تروح تتكلم معاها ولازم تخلي بالها من جوزها. وفعلا بتروح كيت لكارلي وبتتكلم معاها وحش، وكارلي ما كانتش فاهمه ليه. وفجاه بتسالها كيت اذا كانت لسه بتكلم جوزها وقالت لها لا وشدوا في الكلام مع بعض. وبعدين قالت لها كيت انه كده يعرف واحده ثالثه لانها سمعته وهو بيكلمها بالليل وبيقول لها انه هيروح يقابلها وانه قال لكيت انه عنده شغل ضروري وانه مضطر يسافر في الويك اند. وبتتفق كيت وكارلي انهم يراقبوه وبيعرفوا بيت الست الثالثه وبيروحوا البيت فيلا اخو كيت عشان يقعدوا يتفقوا على خطه ينتقموا بيها من مارك. وبتعرف كيت مكانه عن طريق اللوكيشن لانها كانت عملت له تتبع. وبيروحوا للمكان اللي هو فيه واللي بيكون شاطئ وبيشوفوه قاعد مع واحده هناك بيفضلوا يراقبوه من بعيد. كارلي بتقول لكيت انهم لما يقابلوا البنت دي لازم تكون هاديه. بيقوم مارك ويسيبها فبتقوم البنت تقف. بتشوفها كيت من العدسه المكبره واللي بيلاقوها حلوه جدا وصغيره في السن. وبتشوفها كارلي وهي اللي بتتفاجئ وبتجري عليها عشان تضربها. وبتفضل كيت تجري وراها وبتقول لها فين الكلام اللي كنت بتقوليه لي عن الهدوء. وبعدين بتمسكها كيت وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما البنت بتاخد بالها وبتبص لهم وتقول لهم في ايه. وبنعرف ان اسمها امبر وعندها 22 سنه وبيتكلموا معاها وبيعرفوها كل حاجه. وبتتفاجئ جدا وبيتفقوا معاها انها تروح لهم على بيت فيلا اخو كيت. وفعلا بتروح لهم هناك وبيفضلوا يشربوا ويضحكوا مع بعض. وفي تاني يوم بتصحى كارلي بتلاقي نفسها في اوضه فيل ونايمه جنبه لابسه قميصها بالشقلوب. فبيقول لها ما تخافيش احنا ما حصلش بينا حاجه. وبيتكلموا وبتقول له ان اكيد بعد ما شربت جام راحت له اوضته وحاولت انها تتحرش بيه.
وبيقول لها فيل ان ده اللي حصل، واعتذرت له كارلي. وقامت لقت كيت وامبر بيحضروا الفطار، وبعد شويه كلام اتفقوا انهم لازم ينتقموا من مارك وانهم يجننوه هما الثلاثه، وفعلا بداوا يعملوا كده. وبنشوف كيت وهي بتحط دواء هرمونات في العصير، وده بيزود الشهوه عند الراجل وبيكبر الست، وكمان حطت له مزيل الشعر في الشامبو. وبنشوف كارلي وهي قاعده معاه في حان، وهو بيعتذر لها وهي بتقول له انها كبرت المواضيع، وبتقول له انها اتضايقت انه كنسل ميعاد باباها والموضوع ما كانش يستاهل. وبدات تحكي له عن باباها، وبتقول له انه كان متجوز واحده واتطلقوا دلوقتي وبسببها نفسيته تعبانه، لان المفروض انها هتاخد نص فلوسه. وقال لها ان احسن طريقه انه يحافظ على فلوسه انه يخسرها. ولما سالته ازاي قال لها انه هيبقى يقول لها بنفسه، وساعتها حست ان هو كمان بيعمل كده وسكتت. وبيجي لمارك مكالمه فبيقوم يرد عليها، وكارلي بتحط له كميه كبيره من دواء ملين في الميه، وبعد ما بيشرب بيحس انه مش كويس، فبيقول لها يلا نمشي من هنا. وفجاه بطنه بتوجعه جدا، فبيطلب منها انها تسيبه وتمشي، وبيطلع يجري على الحمام بس مش بيلحق نفسه، وبيبهدل بنطلونه وبيسمع صوت حد معاه في الحمام، فبيديله فلوس وبيطلب منه يشتري له بنطلون جديد. والراجل خد الفلوس ومشي. وبنلاقي مارك مروح البيت ولابس بنطلون احمر، ولما مراته بتساله عن اللي هو لابسه بيحكي لها اللي حصل، وبيطلع ياخد دش، وبتفضل هي تضحك عليه. وبعدين بنشوف امبر وهي قاعده معاه، وبتطلب منه انهم لما يجوا يعملوا علاقه ان يكون معاهم واحده تالته صاحبتها، وفضلت تقنعه وتقول له انها حاسه انها هتكون مبسوطه كده، فبيوافق وهي بتنادي على صاحبتها اللي بتطلع راجل لابس لبس واحده ست. وبعدين بنشوف ماركو وهو بيستحمى، فبيلاقي شعره بيقع جامد، فبيبقى هيعيط وبيجري يبص على نفسه في المرايه، فبيلاقي صدره بيكبر، وبيجري على مراته كيت وبيسالها لو شايفه التغيير اللي حصل له ولا لا، وبتفضل تتريق عليه كتير. وبنشوف كيت وكارلي وامبر وهم ماشيين مع بعض وبيتكلموا، وبيقرروا ان لازم واحده فيهم تعمل علاقه مع مارك لان احتياجه زاد جدا عشان يفك عن نفسه شويه. بيختلفوا مين فيهم اللي تعمل كده، فبيقرروا يلعبوا طوبه ورقه مقص، واللي تكسب هي اللي هتعمل علاقه مع مارك. وفعلا بيعملوا كده، واللي بتكسب بتكون امبر. بيسالوا كيت اذا كان عندها مانع، فبتقول لهم لا خالص. وبنشوف كيت بعدها على طول وهي لابسه فستان الفرح وعماله تعيط، وبتتفرج على فيديو فرحها وبتفضل تشتم في مارك. بتجيلها كارلي البيت وبتلاقيها نايمه على الارض وعماله تعيط، ولما بتسالها ايه اللي بيحصل بتقول لها انها عندها انهيار عصبي. وبيسمعوا صوت ماركو وهو بيفتح الباب وبينادي على كيت، وبيتخضوا لانه المفروض كان يبقى مع امبر دلوقتي. فبتحاول كارلي تستخبى ورا كيت تحت فستانها، وبيدخل مارك يقول لها في ايه وليه لابسه كده، فبتقول له انها ساعات بتحب تلبس فستانها عشان تحس باختلاف شويه. ويستغرب مارك وبيقول لها طب ايه رايك تيجي معايا عشان المستثمرين، فبتوافق كيت انها تروح معاه. واول ما يخرج بتطلع كارلي من تحت الفستان وبتقول لها كيت انزلي من الشباك، وبتحاول تخرج منه فبتزقها كيت، ولما بتقع على خشب البيت بتعتذر لها. وبتروح كيت مع مارك للعشاء وبيعرفها على واحد ومراته، والراجل بيقول لمراته انها صاحبه فكره الموقع اللي كانت قالت عليها المره، وان الفكره كانت حلوه وكانت عاجبه كل المستثمرين. بتروح كيت لكارلي وامبر وبيقولوا لها انهم عندهم اخبار جديده، ان امبر عرفت الباسورد بتاع اللابتوب بتاع مارك عن طريق الكاميرا لما كان عندها. ولما بتسالها كيت اذا كانوا عملوا علاقه ولا لا، عرفتها انها ما حبتش تعمل كده، وعرفوها ان مارك حرامي وانه بيستثمر الفلوس في شركات وهميه ومن ضمنهم شركه مش مرخصه. فبتقول لهم انها سمعت اسم الشركه دي امبارح، وبتقول لهم كمان ان الاداره مبسوطه منه علشان هو بيحقق لهم ارباح. فبتستغرب كارلي انها بتدافع عنه، وبتسالها اذا كان عمل معاها علاقه ولا لا، فبتقول لها كيت اننا ممكن نسامح الناس عادي. وبتقول لها كارلي ان هو اصلا ما طلبش منها انها تسامحه. ومسكت كارلي تليفونها وبعتت رساله لمارك وسالته اذا كان فاضي انه يخرج معاها، فاتضايقت كيت اكتر وقالت لها انها كانت غلطانه لما وثقت فيها، وسابتهم ومشي. فبصت امبر لكارلي وسابتها وجريت ورا كيت. ومارك بعت رساله لكارلي في نفس الوقت بيقول لها انه فاضي يوم الجمعه وعايز يقابلها. فبصت كارلي على الباب بزعل لانها عارفه ان مارك ما اتغير. وبعدين بنشوف مارك في بيته وكان بيطلب من كيت تمديله على شويه اوراق، وانها مش لازم تقرا المكتوب في الورق ده، وبيقول لها انه هيسافر ميامي وبعدها جزر البهاما. فبدات تحس كيت انها كانت غلطانه وان كارلي كان معاها حق، فراحت لكارلي البيت واعتذرت لها وطلبت منها انهم يروحوا جزر البهاما عشان يعرفوا البنك اللي مارك بيتعامل معاه. بس كارلي رفضت وقالت لها انها مش هتقدر وانها مش هتعيش عمرها كله في مشكله مارك. فاتضايقت كيت شويه وقالت لها تمام مفيش حاجه. فتحت كارلي الورق اللي معاها واللي كان مكتوب فيه انها استمارة تحويل بمبلغ كبير، ولقت الامضاء على الورق باسم كيت. وبعدين بنشوف كيت وهي خارجه من المطار ولقت كارلي وامبر مستنيينها، وقالوا لها انهم مستحيل يسيبوها لوحدها، وبداوا يحكوا لها ان مارك مخليها تمضي على كل الورق باسمها بصفتها المدير التنفيذي للشركه، وانهم لو فكروا ينتقموا من حد هيبقى منها هي، لان هي اللي ماضيه على الورق، وانها كده ممكن تدخل السجن. وساعتها بدات كيت تخاف وهم بداوا يطمنوها وقالوا لها انهم لازم يعرفوا مكان
مارك فين ومكان البنك اللي بيتعامل معاه، فقالت لهم كيت على مكان الفندق اللي هو فيه. ولما وصلوا هناك بدأوا يدوروا عليه بالنضارات المكبرة، وفي وقت ما لقوه لقوا واحدة جاية عليه وبتحضنه. وبعدين ركب مارك معاها العربية وهم وراه بعربية تانية، وشافوه وهو داخل البنك، وده اللي كانوا بيدوروا عليه. في تاني يوم بتصحى كارلي من النوم وبتلاقي كيت مش نايمة جنبها، بتشوف امبر نايمة على الكنبة، فبتبتدي تدور على كيت، فبتلاقيها واقفة على الشط وبتبص على الخاتم بتاع جوازها، وبعدها بترميه في البحر وبتخرج امبر تقعد معاهم. وبعدين بتروح كارلي وكيت للبنك، وكارلي بتديها ورق، وبتنزل كيت من العربية وبتدخل البنك، وبنشوف تمثال الحرية، وبنفهم انهم رجعوا من جزر البهاما. وبنرجع لماركو وهو داخل شركة المحاماة بتاعت كارلي، وبتجيله السكرتيرة بتاعت كارلي وبتقوله انه يستناها في أوضة الاجتماعات. فبيدخل وبيتصدم لما بيلاقي كيت وكارلي وامبر قاعدين هما التلاتة مع بعض. وساعتها بيحاول يمشي بس بيلاقي السكرتيرة قفلت عليهم الباب بالمفتاح، تطلب منه كيت انه يطلقها، بس هو بيرفض وبيقول لها انه بيحبها. فبتقول له ان الوقت فات على الكلام ده، وبيقول لها انه عارف انه غلط وان غلطاته كبيرة. وبترد عليه كيت وبتقول له انه لما بيدخل في علاقات مع كل الستات دي يبقى مرض، فبيقول لها انهم ممكن يحلوا المشاكل دي وانه ممكن يتغير. وساعتها بترد عليه كارلي وبتشتمه، وبتقول له ان مهما كان عدد الستات اللي بيعمل معاهم علاقة او الهدوم والعربيات اللي هو بيشتريها فهو فاضي من جواه. وبعدين بتديله ورق الطلاق بتاعه من كيت، وبتقول له ان الرقم اللي مكتوب في الاخر ده المبلغ الصافي اللي المفروض كل واحد فيكم هياخده. فبيقول لهم تبقوا مجانين لو افتكرتوا انكم ممكن تاخدوا مني كل فلوسي. فبتقول له كيت ان ده مش المبلغ كله، وان ده نص الفلوس واللي المفروض ياخدوه الشركاء لانها شركته في الشركه بتاعته. وبتقول له كارلي انهم قللوا النسبه بتاعته شويه. فبيبص على الورق وبيلاقي ان الحساب صفر وان الفلوس اللي فيه كلها اتسحبت. فبيتخض ماركو وبيسال ازاي الحساب صفر. فبتقول له كارلي انه لو قصده على الفلوس اللي سرقها. فبيقول لها انه ما يعرفش اي حاجه عن الكلام ده. فبتقول له كيت انها من الواضح انها بقت مديره تنفيذيه لاكتر من شركه، وعشان كده اضطرت انها تفضي الحسابات كلها. وبتعرفه انه بقى مفلس ومعهوش فلوس خالص. ويقولوا له انهم رتبوا كل ده مع المستثمر. ويتفاجئ مارك ان المستثمر داخل عليهم وبيقول له انه ما يصدقهم. وبيرد عليه الراجل وبيقول له انهم ما قالولوش حاجه، وانهم وروه بعينه كل حاجه، وانه بعد كده هياخد الافكار من صاحبتها وبيكون قصده على كيت، وان السبب الوحيد اللي خلاه ما يسجنش مارك ان مراته رجعت له كل الفلوس. وبيفضل يقول لهم انه مش هيسيبهم وبيخرج بره الشركه. وبيلاقي الونش بيديله مخالفه على عربيته عشان مركونه غلط، والعربيه مرفوعه على الونش. فبيقول له ان العربيه دي ثمنها 300,000 دولار. والراجل صاحب الونش بيقول له انه اكيد هيقدر يدفع ثمن المخالفه، وبيسيبه وبيمشي. فبيتعصب جدا وبيقول ان مستحيل اليوم يحصل فيه حاجه تاني اسوأ من كده. وفي نفس الوقت بيجي له ابو كارلي وبيضربه. وبعدها بنشوف كيت وهي داخله كافيه وبتقابل كارلي وامبر وبيبداوا يشربوا وبيحتفلوا. وبنشوف بعدها كيت وهي واقفه في مكانه وبتشرح فكره من افكارها للمستثمر وعدد من الناس. وبنعرف بعد كده ان كيت بقت بتشتغل مع المستثمر وانها بتطور افكار بملايين الدولارات. وبيخلص الفيلم.